فعلا النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم، لان في ضربه جزاء لسموحه ما اتحسبتش. ليه؟ عشان النادي الاهلي. ده راي الزملكاويه، انما راي الحكام غير كده نهائي. علينا الحكم السابق محمود البنا وقال لك ان سموحه لا يستحق ركله الجزاء. ليه بقى؟ لان محمد علي بن رمضان هو اللي لعب الكره الاول. ده مش بس كده، طلع علينا الحكم السابق محمد صلاح عبد الفتاح وقال لك ان سموحه ملهاش ضربه جزاء لان محمد علي بن رمضان وصل للكره الاول. ده ومش بس كده، مصطفى الشهدي حكم المباراة قال لك ما فيهاش ضربة جزاء. وائل فرحان حكم الفار شاف الكرة مرة واثنين وثلاثة وقال لك ما فيهاش ضربة جزاء. بس رأي الزملكاوية يقولوا لك ضربة جزاء. اصل النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم. معلش، اصل المشاكل اللي عندهم مؤثرة قوي. على الاقل احنا ما عندناش عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق اللي بيقعد في المقصورة الرئيسية وفرحان بهدف الزمالك. ما عندناش رئيس البنك الاهلي والنائب بتاعه اللي قاعدين في المقصورة الرئيسية لنادي الزمالك وفرحانين بهدف الزمالك. عرفتوا مين بقى اللي مسنود في الدولة؟ بس كده، يلا سلام.